انا بقول كفايه كده، انت خدت حقك منهم مرتين. لا، لو قصدك على العربيه اللي ولعت فيه ولما مسكت فيهم عشان خاطر كان واحد فيهم عايز يضربك بالقلم، فده كلها شكليات. الحق الحقيقي لسه ما جاش. عصايتي اللي راجل راح قدم كفنه وقبلوه منه من غير ما يرجعوا لي، بس برضك ده ما يشفعلهوش. بس انا خايفه عليك حاجه تحصل لك. الرب واحد والعمر واحد. مفيش حاجه تحصل لي غير لما عصايتي ترجع في يدي، وساعتها لو مت هبقى مت راجل. عايز اقول لك على حاجه. هو انت ساكنه فين ولا شغلك مواعيده ايه؟ انت اللي تعبت معاي، نصيبك جابك في سكتي. مرة الله يسامحها راحت كلمت عمي في البلد، قالت له ان العصايه بتاعتي اتاخدت مني، وفي البلد تلاقيهم ما معهمش سيره غيري. هو للدرجه دي حوار العصايه ده مهم عندكم في البلد؟ مش قصه مهم، اي راجل يمسك حاجه في يده ما يحميهاش يبقى مش راجل. وانا لحد دلوقتي في نظر نفسي عيل صغير قد كده عشان عصايتي مش في يدي. تعال اوصلك. استنى، انا الصندوق بتاعي نسيته عندك في البيت. بتاع الدليفري؟ اه. طب يلا نروح نجيبه. يلا. نورت بيتك يا صعيدي. الحق ده جاب عصايه جديده، جايبها من شين دي ولا ايه؟ اهدى. ما بيقول لك الصعيدي اللي ما يعرفش ياخد باله من عصايته يمسك مكانها عسليه. دخلت بيتك كيف منك ليه؟ منك انا اللي دخلتهم. غريبه قوي، انت المره دي سبتهم وما ضربتهمش زي كل مره. ما كانش ينفع اتكلم معاهم دلوقتي، ليهم روجة. هو انت خليتني لبست الطرحه دي ليه؟ عشان محدش يتكلم عليكي في البلد. بقول لك ايه، انا عايز اسالك سؤال. اسألي. هي مراتك دي انت واخدها عن حب؟ لا والله لا حب ولا حاجة، كل الحكاية كنت عايز ارضي امي وقالوا لي لازم تاخد بنت عمك. عادات وتقاليد، هنعملوا ايه؟ وبعدين يا ستي يعني ايه حب؟ انا واحد طلعت ما لقيتش ابويا في الدنيا، خدته من اسكندريه لاسوان مبحر ومقبل، نمت على الرصيف، كلت من الارض